السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازي حضراتكم جميعا. طيب يعني كلمتين كده عن ياستروب مدرب الأهلي الجديد. يعني إيجابيات وسلبيات بسيطة. هو طبعا يعني بقاله بماتشين تلاتة، يعني مش كتير. ده مجرد ملامح أو انطباع أول يعني. الإيجابيات بالنسبة للراجل، أول حاجة هو واضح إن شخصيته قوية، بيلعب على المكسب، وده واضح حتى من فكرة السي في ان هو مسك كوبنهاجن قبل كده. فكرة ان دايما مدرب مسك فريق كبير حتى لو في دوري مش توب فايف ليجز يعني، بس متعود على فكرة ان انت دايما بتلعب على المكسب، لازم تهاجم، لازم تلعب على الدوري، لو خسرت نقط هتبقى مشكلة. الفكرة دي كلها كوبنهاجن مش اقوى حاجة يعني، بس هو متعود على الفكرة دي. ودي كانت من الحاجات المهمة حتى ما كنت بفكر في مديرين فنيين، يعني موكوينا مثلا مع سان داونز، جوميز نوعا ما مع الزمالك كانت نفس الفكرة. كنت اقترحت قبل كده كليمو مع كلوب بروج. هي الفكرة ان لازم المدرب يكون مر بتجربة مع نادي، يبقى هو مطالب انه يكسب بطولات، بيلعب على البطولات، دايما مطالب انك تهاجم وتكسب ما توقعش نقاط كتير. وعادة المدرب اللي بينجح في التجارب دي بيبقى مدرب شخصيته قوية، عشان يقدر ان هو يلم اللعيبة ويبقى هو القائد يعني الحقيقي للفريق يعني. فبالتالي هو واضح ان الراجل شخصيته كويسة، ثقته في نفسه كويسة. عاجبني ان هو واضح ان علاقته كويسة بكابتن وليد صلاح الدين وكابتن عادل مصطفى. كابتن وليد صلاح الدين يعني بيتكلم معاه وهو مدير كرة. عادة أي حد بيجي جديد هو مش عارف إيه منصب مدير الكرة ده، فكون إن هو بيتكلم معاه وبياخد ويدي دي حاجة كويسة. علاقته بكابتن عادل مصطفى واضح إنها كويسة، واضح إن هو حتى بيسألهم في حاجات، وده طبيعي. أنتوا اللي كنتوا مدورين الدنيا قبل ما أجي، أنا لسه جاي جديد، مش عيب إن أسألكم. اللي شخصيته أو ثقته في نفسه ضعيفة شوية هو اللي هيجي هيبقى عايز يجنب الناس من الأول، ويبدأ هو يقول لا أنا بقى اللي أعمل. بس هو الراجل لان شخصيته كويسه وقويه، واضح ان ثقته في نفسه كويسه. هو معترف من الاول ان انا جاي مش عارف، فتمام انا هقعد اسمع واشوف انتوا بتعملوا ايه لحد ما انا اعرف كل حاجه، وبعدين خلاص يعني. هتلاقيه برضه ساعتها بيتشاور مع الناس وكده، لان هي دي طبيعه الثقه في النفس، ان انت مش محتاج تظهر نفسك قوي، لا انت اوريدي عارف وواثق في نفسك انك كويس. فدي برضه ايجابيه، موضوع الثقه في النفس. مسك نادي كبير. حاجة تالتة أنا شايفها إيجابية بالنسبة للراجل، مش عشان أنا بس، واضح إن هي في مصر هي حاجة يعني اللي بالنسبة للاعيبة المصريين مهمة. الراجل نشط على الخط، يعني أكتف في المنطقة الفنية. يعني إحنا كنا بنقول إن مشكلة ريبيرو هادي قوي، البوكر فيس، مش عارف إيه الكلام ده، مع إن أنا مش مقتنع إن دي حاجة تحكم بيها قوي على مدير فني. بس واضح إن اللعيبة في مصر هي عايزة كده، هي عايزة المدير الفني اللي بيزعق، اللي بيوجه، اللي على طول بره بيوجه. فالراجل على طول هتلاقي ايديه شغالة كده كده كده، توجيهات كلها. الراجل نشط على الخط، فدي برضو اكيد ايجابية. طالما ده بيبقى افضل للعيبة فحاجة كويسة ان الراجل يبقى كده. نقطة تانية ايجابية، آم، الفكرة بتاعت الكرة المباشرة والتيكي تاكا. هو أنا يعني إيه هلعب كرة مباشرة؟ كرة مباشرة يعني أنت عايز توصل لمرمى الخصم بأقل عدد ممكن من التمريرات، مش عايز أي شكل جمالي، مش ضروري، أنت أهم حاجة عايز توصل بسرعة. التيكي تاكا بقى أو اللعب الأسباني عادة إن أنت لأ، أنا بنقل كتير، أنا عارف إن عايز أفضي مساحة، وده موضوع مش سهل، فهنقل كتير بالعرض وهحرك اللعيبه كتير علشان اجيب او افضي مساحه. دي طريقه كويسه ودي طريقه كويسه. المهم ان انت تبقى مدرب لعيبتك ازاي ينفذوها، ويبقى معاك اللعيبه المناسبه ليها. لعيبه الاهلي، ودي ميزه سكواد الاهلي، هم يعرفوا يعملوا الحاجتين على فكره، بس انت تدربهم وتعودهم. هو الراجل بيلعب كره مباشره. الميزه بقى ايه؟ الميزه انا بشوف ان من ايجابياته الجون الاول اللي جابه الاهلي في الاتحاد. محمد هاني عمل كره طويله. احنا كاهلي الخصوم اغلبها عارفه ان الاهلي يمكن خروج الكره على الارض حاليا مش احسن حاجه، فممكن تلاقي الناس بتضغط، فمع الضغط هتلاقي الخطوط بتتقدم، فخط الدفاع متقدم، فممكن تجري حد في ظهر المدافعين. فمحمد هاني عمل الكره الطويله لزيزو، جراه في ظهر المدافعين، زيزو عمل بالعرض راحت لبن شرقي وبن شرقي سجل.
فانا هنا مش محتاج اباصي 70 باصه على الارض علشان اوصل، لا ده هي كره طويله على طول خلاص. ويمكن انا قبل كده كلمتكم ان انا ما عنديش مانع في ان انا اوصل بكره طويله، حتى اديت مثال محمد الشناوي يلعب على راس جراديشار، جراديشار ينزل لزيزو، الكره اللي اتلعبت في ماتش المحله لو فاكرينها، بس بشرط ان الكره دي تكون ممنهجه. يعني ايه؟ يعني حاجه مدروسه، حاجه انت متعود عليها في التمرينات، انت متفق معاهم في التدريب ان انتوا هتعملوا كذا، فاللاعب بينزل ينفذ اللعبه، هو مش بيطفش. ما بلاقيش الكرة الطويلة بتتلعب في ايد حارس المرمى بتاع الخصم، لا هي بتتلعب في مكان مظبوط، لان هو عارف وانا متدرب ان انا العبها هنا بالطريقة دي. والله لو انت عايز تلعب تيكي تاكا وتخليهم يباصوا الكلام ده، ده كلام برضو جميل، بس يعني اهم حاجة ان انت علم اللعيبة حاجة وخليهم ينزلوا يطبقوها جوه الملعب. فانا عجبتني الكرة دي، اتمنى تكرارها في الماتشات الجاية، لان زي ما قلت لك في اندية كتير ممكن تحاول تطمع وتطلع تضغط عليك، لان ممكن في خروجك بالكرة على الارض تغلط، فتعمل كرة زي كده اللعيبة ممكن تسرح وتقدر تجري زيزو او حد برضو تاني في ظهر المدافعين وتعمل خطورة. فاتمنى ان هي متبقاش حاجة صدفة. انا اظن ان هي ممكن متبقاش صدفة قوي، ممكن يكون الراجل هو متفق معاهم يعني ان هم يلعبوها، فبالتالي دي نقطة برضو بالنسبة لي شايفها ايجابية. طب هل في سلبيات؟ في سلبيات، بس انا بالنسبة لي الايجابيات حاليا اكتر من السلبيات كعدد كقيمة يعني. في ايجابيه برضو اخيره، معلش نسيتها، ودي طبيعيه جدا في اي مدير فني جديد بيجي، ان هو بيجرب الناس كلها. انا بدي فرص، احمد عبد القادر بياخد فرصه، قفشه في مره نزل، طاهر نزل، عمر كمان نزل، مع اني هتكلم عن طاهر وعمر كمان دلوقتي. بس انا بدي فرص للناس كلها. انا مش حاسس يعني انا بستشيره وبتاع، بس انا فاهم كده كده ان ممكن لعيب يبقى ظاهر وحش عشان اللي قبلي ما كانش بيستخدمه بطريقه معينه. فالراجل بيدي فرص وبيدي نفسه فرصة ان هو يشوف اغلب اللعيبة ويقرر مين اللعيبة اللي هيعتمد عليها ومين اللي ممكن ما يبقاش له دور معاه واضح في الفترة الجاية. طب السلبيات ايه؟ انا عندي سلبيتين عايز اتكلم فيهم. اول حاجة واهمهم هي الاجابة بتاعت سؤال هتعمل ايه في المشكلة الدفاعية. طب الاهلي عنده مشكلة دفاعية، المشكلة الدفاعية دي نتيجة ايه؟ نتيجة كذا حاجة. اول حاجة الضغط بتاع الاهلي انا شايفه مش كويس، وخاصة في لما بتيجي عليك كرة مرتدة، اللعيبة اللي قدام ما بتعرفش تجيب الكرة، فبتروح عليك كرة مرتدة والدفاع بتاعك بيبقى مكشوف. دي حاجة. الحاجة التانية الكرات العرضية والكرات الثابتة عموما دفاعك فيها وحش. طيب التانية دي حلها تدريب، انت لازم تدرب لعيبتك هتقف ازاي، تدافع ازاي في الكرة العرضية والكرة الثابتة. هتعمل لهم مواقف في التدريب بحيث ان انت تشوف هو ايه الغلط اللي كل واحد بيعمله، وتقول له لا انت المفروض هنا ما تعملش كده، المفروض تقف كده تعمل كده. ده اللي هيحسن. مش قادر اقول لك عناصر، لان انت عندك احسن، يعني هو بيلعب احسن عناصر موجودة متاحة. هل هيبقى الحل اللي في يناير مثلا تضيف مدافع مثلا تاني؟ يعني يمكن. بس انا شايف ان هو لما جه يحلها في ماتش الاتحاد، القصه التانية بقى قصه ان انت ما يجيش عليك تحولات، ما يجيش عليك هجمات يبقى فيها مساحات. هو عمل ايه؟ هو رجع ورا، انزل لو بلوك وارجع بخطوطك كلها ورا والعب على الهجمه المرتده. انا بصراحه ما بحبش الحل ده. يعني انا بالنسبه لي الحل ان انت تحسن منظومه الضغط، يا اما تخلي الناس اللي قدام تعلمهم ازاي يضغطوا احسن، يا اما لما تبقى كسبان اسحب واحد من النجوم اللي قدام ونزل لعيب يعرف يضغط ويقطع الكوره. يعني مثلا طلع تريزيجيه ونزل ديانج مثلا، يعني بضرب لك مثال يعني. او احمد رضا لما يرجع من الاصابه، لعيب نازل هو مش غرضه ان هو يعمل قيمه هجوميه وفايده هجوميه، هو غرضه ان لما الكره تتقطع منك هو يجيبها تاني، ويبقى بالمره بقى مش سايب مروان عطيه في نص الملعب لوحده. طب ما احنا كده قللنا واحد من اللي قدام، ما نقلل، انت كده كده كسبان اصلا. فانت هدفك الاول انك تحافظ على النتيجة، وبعد كده تشوف بقى لو عايز تعزز. انما حل انك ترجع لورا بيعملوا يانيك فيريرا مدرب الزمالك، والموضوع ده فشل كتير. يعني في الزمالك انت فشلت مع المحلة والجونة ووادي دجلة والاهلي. كل الفرق دي الحل انك تجيب جون وترجع تقف ورا، فشل معاه. فانت في الماتش الاتحاد كان ممكن جدا الماتش يطلع 2-2.
انا متفهم ان ممكن يكون انت عملت كده لظروف الماتش، اتطرد مثلا كوكا واتطرد لاعب تاني فبقى في مساحات، فلا مش عايز اسيب المساحات دي فهرجع اقف ورا. ربما حتى اخر ماتش بتاع عيجن نوار اتطرد منك جراديشار، ربما يكون انت عملت كده لظروف المباراه، ممكن يكون مش ده الحل اللي هتعمله في كل ماتش، كل ما تجيب جون او جونين ترجع. لكن هي نقطه يعني احنا خدنا بالنا منها، يعني بننبه ليها او بنتكلم بس فيها، ان اتمنى ان ميبقاش هو ده الحل بتاعه، ان هجيب جون واروح راجع ورا. لا، عندك الحلول ان انت المفروض دفاعك من خط النص والخط الامامي يتحسنوا، دخل واحد يعرف يدافع اكتر في خط النص مش مشكله، بس ما تعتمدش ان انا هرجع الناس كلها ورا. السلبيه التانية ودي يعني انا عارف ان هي لسه قصادها وقت، بس انا مش عارف احنا مستنين ليه. انا نفسي اشوف الناشئين الاهلي بياخدوا فرصه شويه يعني محمد السيد مثلا، بكل اللغط اللي عليه دلوقتي ده، محمد السيد رجع من شيلي لعب. هو فين محمد عبد الله؟ طيب مصاب مثلا؟ ما اعرفش يعني، هو كان سليم لحد اخر ماتش في شيلي، رجع مش موجود. هقول لك عابدين صعب يدخل دلوقتي في منظومه دفاعيه، وان كان والله ممكن يدخل. انت ما زلت برضو هتعتمد على فكره عمر كمال وطاهر، وخاصه عمر كمال انه هياخد دقايق في الملعب، وانا عارف ان عمر كمال جاب جون في اخر ماتش، لكن انا ما زلت شايف بصراحه ان عمر كمال وطاهر هم مش مستقبل النادي الاهلي. انا شايف ان طاهر لا يقدم اي شيء، لا هجوميا ولا دفاعيا اللي كانت ميزته. ما زلت شايف ان الموسم اللي فات هو وصل للبيك، وصل لاعلى حاجه ممكن يوصل لها، مش هيبقى اعلى من كده تاني. عمر كمان انا كنت بحبه جدا وقت كيروش، انا كنت شايف كويس قوي، بس دلوقتي لا بصراحه بعيد جدا. الجون اللي هو جابه في ايج النوار ده، طب ما محمد عبد الله يقدر يجيبها. دي حاجه. الحاجه التانية، لو هتقول لي ان محمد عبد الله مش هيجيبها، اقول لك عمر كمال ضيع اسهل منها في ماتش الزمالك. فمش مقياس ان هو جاب الجون ده ان هو خلاص بقى الراجل كده يعني عاد لنجوميته تاني، لا. فبالتالي بالنسبه لي انا شايف ان ادي وقت الناس صغيره تبقى مستقبل النادي الاهلي، وحتى لو الناس دي بتاخد انا عارف ان هو ممكن يكون رواتبهم مش اعلى حاجه يعني، بس يعني تحسن شويه في يعني، او ممكن تشيل راتب او راتبين من الكبار وتدي ناس صغيره، وصدقني مش هتفرق يعني. ما انت بتحط ناس بتضيع فرص وبتعمل اخطاء، طب ما هو الناشئ هيعمل زيهم يعني في كلام عن باك يمين في الاهلي، الراجل لعب ماتش بيراميدز اللي هو ابراهيم محمد، ماتش بيراميدز بتاع مواليد 2005، يقال ان هو باك كويس واعد، عنده مشاكل، عنده حاجات كويسه، طب ما نشتغل عليه. ما عمر كمال هيلعب يا ايه، يا وينج يمين يا باك يمين، وطارق هيلعب يا وينج يمين يا مهاجم. صعب قوي حد فيهم يلعب وينج شمال في ظل ان معاك بن شرقي وتريزيجيه، ده انت ممشيها كده بالبركه عشان الاثنين دول ما يتخانقوش مع بعض. فهو انت بتلعب في ناحيه اليمين دي بالنسبه لعمر كمال، او مهاجم بالنسبه لطاهر. فانت عندك ابراهيم محمد ده كباك يمين ممكن ياخد فرصه، عمر كمال كده كده مش هياخد دقايق كتير. ده رايي، وجايز الراجل هيعتمد عليه لان هو شايفه في الماتش ده كويس، بس انا بصراحه ما عنديش ثقه ان هو هيستمر يعني باداء كويس. وحتى ماتش ايجن نوار يعني لو شلت الجون، انا مش شايف ان عمر يعني قدم حاجه كبيره قوي يعني، انا اسف يعني. فليه ما ياخدش ابراهيم محمد ده فرصه؟ ليه محمد عبد الله ما ياخدش؟ احنا مستنيين كاس الرابطه مثلا عشان ندي الناس. طب وبعد كاس الرابطه بقى، بعد كاس الرابطه هتدخل في معمعه بقى افريقيا والدور التاني بتاع الدوري، الماتشات بقى طحن كلها، فمش هتلاعب حد. فادي فرص دلوقتي وشوف الناس دي، شوف مين منهم ممكن ينفع فيكمل معاك، مين ما ينفعش فتطلعه من دلوقتي يعني لو ما اديتهمش في الماتشات اللي انت اوريدي اصلا بتريسك فيها. يعني ماتش ايجي النهار هو ماتش يقبل المخاطره، لان انت عارف ان الفرقه مش اعلى حاجه، وانت في نفس الوقت عندك ماتشات كتير قوي، فلازم ماتش تحاول تعمل فيه تدوير، فانت اخترت ده لان ده الماتش اللي يقبل المخاطره. طب لو ما اديتش حتى اللعيبه الصغيره في ماتشات زي كده، هتديهم امتى؟ فده بالنسبه لموضوع ان عمر كمال يلعب باك يمين او وينج. انت عندك باك يمين ناشئ واعد، وعندك وينج لسه جاي من منتخب شباب، وما هو من ابرز لعيبه المنتخب ده اصلا. طيب طاهر وينج يمين برضه هي نفس الفكره، محمد عبد الله. بالنسبه للمهاجم انت مصعد حمزه عبد الكريم بقالك حبه وما بتعملش بيه اي حاجه. انا عارف ان تروب لسه جاي، بس يعني حمزه عبد الكريم انا كل شويه بشوفه بيسخن، بس يعني انت مصعده عشان يسخن فقط لا غير. طب الراجل ده هيلعب امتى برضه يعني؟ ما
يعني انت وصلت لمرحله ان هو مثلا انا حاسس ان هيبقى جراديشار مصاب وشريف مصاب وحمزه عبد الكريم برضه ما بيلعبش. طب ما هو لو مش هيلعب والناس دي متصابه هيلعب امتى؟ ده سؤال يعني. فانا شويه منتظر من الراجل، ممكن برضه يكون لسه بدري، ممكن هو يعمل ده الفتره الجايه، منتظر من الراجل ان هو الفتره الجايه يشوف اللعيبه الصغيره اكتر شويه. بس في العموم اللي مريحني شويه ان السلبيات هي ممكن تختفي مع الوقت، لان هو مجرد انطباع نتيجه ماتش واحد مثلا، فممكن يكون الراجل لا هو مش كده، ممكن هو يكون ظروف الماتشين ثلاثه دول هو ده اللي حصل يعني. والايجابيات انا شايف ان هي ده يعني مكمله، فدي ميزه. مشروع الاهلي عموما انا عاجبني فيه حاجه. اولا انا دي ما اتكلمتش عنها بقالها فتره وهي بقالها فتره، بس انا كنت بنادي من بدايه الموسم ان يبقى في مدير كره ثابت. يعني فكره ان محمد يوسف مدير رياضي قائم باعمال مدير كره دي انا مش حاببها. وجود كابتن وليد صلاح الدين ظبط حاجات كتير. احنا كلنا بنسمع ونشوف، هو اللي قال لتريزيجيه يروح للناس، هو اللي قال لكوكا مش عارف تعمل ايه مع بتزيرا، هو اللي قال مش عارف ايه. بغض النظر عن كده كمان، لا انت ما بقتش تسمع كلام كتير في قصه التجديدات، الدنيا هديت. هي بتدار كده في مصر، مش عيب يعني. انت مش لازم تاخد بره تطبع بره زي ما هو وخلاص. لو احنا لازم نبقى فاهمين مش حافظين، لو هو في منصب انت محتاجه فعلا عشان الدنيا تستقر خلاص حطه. وكابتن وليد صلاح الدين بصراحة مقدم بشكل كويس، فانت عملت شوية حاجات كويسة في الفترة اللي فاتت. عينت مدير كورة، حسمت موضوع الإدارة والاستقرار الإداري، وكابتن الخطيب نازل ولا مش نازل وحسام غالي والقصص دي فانت حسمتها. عينت جه مدير فني جديد مبشر، فدي كلها حاجات كويسة جدا. هنتكلم برضه شوية عشان في شوية حاجات عايز اتكلم فيها عن مشروع الأهلي. اما بالنسبة لي فكرة لجنة التخطيط ومدير رياضي، ان انا عمال دايما اقول انا لو مكان كابتن محمد يوسف هقعد اعمل كذا كذا كذا، بس انا فعلا انا هسأل نفسي لو سيد عبد الحفيظ هيبقى هو المسؤول عن ملف الكورة في النادي الاهلي في حالة، طبعا يعني ان كابتن محمود الخطيب ربنا يديله الصحة، ان هو مثلا مش هيقدر يباشر كل حاجة في كل وقت وكده، فهيبقى مستر ياسين منصور هو النائب بتاعه، فهو اللي هيدير النادي، وسيد عبد الحفيظ هيبقى هو المسؤول عن الكورة. وده هيبقى سؤال بس انا عايز اعمل له فيديو لوحده يعني. طب احنا معينين مدير رياضي ليه؟ بيعمل ايه بقى؟ يعني انا كنت متفائل بفكره ان الاهلي بقى عنده مدير رياضي، بس بعد كده اكتشفت ان في لجنه تخطيط هي بتعمل نفس شغله، وبعد كده اكتشفت ان في مشرف على الكوره سواء كان كابتن خطيب ودلوقتي هيبقى سيد عبد الحفيظ. طب ما الراجل ده ايه، استشاري مثلا؟ طب ما هو في لجنه تخطيط، ما خلاص ما هو دوره استشاري، طب ما ندخله في اللجنه. بس ده يعني في وقت اخر يعني بنتكلم فيه. المهم ده بس اللي كان عندي حاليا على ياستروب. ونشوف ان شاء الله الفترة الجاية، والماتشات الجاية صعبة في المصري وفي السوبر بعد كده، بعد ماتش بتروجيت يعني اللي جاي، نشوف الدنيا هتمشي ازاي بإذن الله. شكرا جزيلا.